أهلا بكم. اليوم غادي ندخلوا القلب واحد المعركة الكروية العالمية الكبيرة بزاف. سؤال واحد هو اللي شاغل العالم الرياضي كامل: شكون هو البلد اللي غادي يفوز بشرف تنظيم كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة والضخمة ديال 2029؟ قبل كل شيء خصنا نفهموا نقطة مهمة بزاف: هذه ماشي هي كأس العالم للأندية اللي كنا عارفين قبل. البطولة تبدلات من الجذر، ما بقيناش كنهضروا على 7 فرق، دابا ولينا قدام 32 نادي من أقوى الأندية في العالم. يعني حدث عالمي ضخم بكل معنى الكلمة. النظام الجديد قلب كل شيء، البطولة غادي تلعب مرة كل 4 سنين بحال كأس العالم ديال المنتخبات، وهذا بطبيعة الحال كيطلع من قيمتها الرياضية والتجارية. توزيع المقاعد حتى هو مثير، أوروبا عندها حصة الأسد، ولكن كاين تمثيل من جميع القارات باش تبقى فعلا بطولة عالمية. ومع هذه النسخة العملاقة اللي جاية في 2029، سؤال اللي كيطرح راسه بقوة: شكون غادي ينظمها؟ التقارير اللي خارجة من قلب دواليب فيفا والاتحادات القارية كلها تقريبا كتشير لمرشح واضح: المغرب. بزاف ديال المصادر كتعطي المغرب حظوظ كتقرب حتى ل 99% باش يفوز بشرف التنظيم. ولكن علاش الملف المغربي قوي لهاد الدرجة؟ في قلب هاد الملف كاين مشروع استثنائي: الملعب الوطني الجديد، اللي الهدف ديالو يكون أكبر ملعب لكرة القدم في العالم بطاقة استيعابية كتقرب من 115 ألف متفرج. ماشي غير الحجم هو الاستثنائي، حتى التصميم مستوحى من الثقافة المغربية وكيعكس طموح كبير بزاف. والأهم أن الافتتاح ديالو متوقع في 2028، يعني غادي يكون جاهز ومثالي باش يحتضن نهائي 2029 ويكون جوهر التاج ديال البطولة. ولكن القصة ماشي غير 2029، راح جزء من خطة استراتيجية أكبر مرتبطة بمونديال 2030. دابا الفيفا ولات كتستعمل مونديال الأندية بحال بروفا أخيرة قبل كأس العالم ديال المنتخبات. شفنا هاد السيناريو مع الولايات المتحدة اللي غادي تنظم نسخة 2025 باش تتهيأ المونديال 2026، ونفس الشيء ممكن يتكرر مع المغرب. تنظيم 2029 غادي يعطي فرصة ذهبية لاختبار الملاعب، النقل، اللوجستيك، التنظيم الأمني قبل سنة واحدة فقط من الحدث الأكبر في 2030. ولكن رغم أن المغرب متصدر السباق، راه ماشي بوحده. قطر عندها البنية التحتية جاهزة، ولكن الحرارة ممكن تكون عائق. البرازيل عندها التاريخ والشغف الكروي، لكن كاين تخوف من بعض التحديات التنظيمية. الولايات المتحدة واستراليا عندهم تجربة قوية، ولكن ممكن يواجهوا مشاكل مرتبطة بتشبع السوق أو التوقيت التلفزيوني. والموضوع أكبر من مجرد ملاعب وتنظيم. القرار النهائي كيتاخذ وسط صراع ضخم ديال الفلوس والسلطة. من جهة كاين فيفا والأندية الكبرى اللي باغين بطولات كتر ومداخيل أكبر، ومن جهة أخرى كاينين نقابات اللاعبين والدوريات اللي كيحضروا من إرهاق اللاعبين وجدول المباريات مزدحم بزاف. هاد الصراع وصل حتى للمحاكم، وكاينين شكايات قانونية كتتهم الفيفا باتخاذ قرارات أحادية بدون استشارة الأطراف المعنية وبتعريض صحة اللاعبين للخطر. علاش هاد الصداع كامل؟ الجواب بسيط: الفلوس. الجوائز المالية في نسخة 2025 بوحدها كتقرب من $1,000,000. استثمارات ضخمة، عقود بث، رعاة عالميين، كل شي داير حول أرقام خيالية. إذن المغرب اليوم في الصدارة، ولكن كاين مسار رسمي خاصو يدوز، خاص الترشيحات الرسمية تقدم، من بعد تقييمات تقنية، وفي الأخير التصويت ديال مجلس الفيفا هو اللي غادي يحسم البلد المنظم. وفي النهاية سباق تنظيم 2029 أكبر من مجرد بطولة، هو نافذة على المستقبل ديال كرة قدم، بطولات أقل عددا ولكن أضخم وأقوى وتحت سيطرة أكبر للهيئات الدولية. السؤال اللي كيبقى مطروح: واش هذا هو المستقبل اللي بغينا، اللعبة اللي كنبغيو؟